السلام عليكم، اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وتكونوا فرحانات وناشطات وما خصكم حتى شي خير ان شاء الله. وغنبداو بكلامنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ورجعت معكم في فيديو جديد ونهار جديد واول روتين في دويرتي الجديده. الحمد لله يا ربي البنات، رتبت كل شيء وقديت كل شيء، لان راكم عارفين ملي كيكون شي واحد اللي كيعاونك راه ضروري. اكثر هي الكوزينه هي اللي كتقبط بزاف الوقت. الكوزينه الصراحه مرت لوسي عاونتني فيها. اما بالنسبه للبيت النعاس وبالنسبه للصالون راه اصلا صورته معاكم، يعني صالون ساهل باش يتحطوا يعني السديدرات والطلماط وصافي. اما بالنسبه للبنات البيت النعاس والكوزينه هما اللي فيهم الخدمه بزاف والله العظيم. والكوزينه بالاخص البنات عاونتني مسكينه مرت لوسي فيها. وكل شيء قديناه وكل شيء رتبناه الصراحه، كل شيء قديته في البلاكارات الحمد لله. الكوزينه ملي كتكون فيها البلاكارات البنات والله ليله كتسهل على بزاف ديال الحوايج. يعني الكوزينه كتجمع ما كتبقاش يعني مرونه وهذا. واصلا انا لقيت راحتي الصراحه في هذه الدويره هذه البنات، لانني مولفه الكوزينه الصغيره كما قلت لكم في الفيديو اللي سبق. قلت لكم البنات الكوزينه الصغيره احسن حاجه، يعني ماشي صغيره بزاف. هي ملي كتكون الكوزينه صغيره بزاف عاوتاني ما زويناش. المهم الكوزينه تكون متوسطه بحال هاد الكوزينه هادي. الصراحه البنات والله الا زوينه زوينه بزاف وعجبتني يعني. ارتحيت فيها الحمد لله يا ربي. المهم كما قلت لكم البنات، هذا الروينه ديال الدار جمعتها الحمد لله. بقى لي البارح غير الماريو، صافي قديته البارح جمعته حتى هو ودرت طويت الحويجات كاملين. دابا بقى لي البنات غير الصابون، راني عاد كنصبن شويه بشويه، لان داك الايام كنت كنخرج بزاف من الدار. ملي كنت في الدار الاخرى اللي كنت ساكنه فيها كنت كنخرج بزاف البنات. داك الايام كنت كنقلب على الدار، داك الايام بزاف ما كنتش كنعمر في الدار. وداك الشيء علاش يعني ما صبنتش الحوايج. واصلا راكم عارفين يعني البنات الظروف اللي كانت تما ما كايناش الشمس والحوايج ما كينشفوش بزاف. وداك الشيء علاش يعني تجمع لي الصابون بزاف. ودابا عاد بديت كنصبن شويه بشويه. المهم عاد يلاه درت واحد الماكينه دابا الدور، خليتها كدور يعني داك الماكينه. وراكم عارفين كاينين عاوتاني داك الحويجات ديال اللي هزينا فيهم الرحيل، داك الكويشات الرقاق ولي زور وداكشي اللي كمست فيهم يعني الحوايج والمخاد وداكشي. هادوك حتى هما عاوتاني خاصني ندير لهم غير واحد الدوره يعني ديال الماكينه، وما نقيم غير فيهم داك الغبره ديال الهزه ملي كانوا كيهزوهم هكا باش حطوهم في هذا، باش حطوهم يعني في داك الهوندا ديال الرحيل وهذا. صافي هادشي اللي كاينه الغزالات ديالي. المهم الحمد لله بعدا مني رتبت داري وقديتها الحمد لله البنات راه كلشي كيفوت. هو الصراحه تماره وبنادم يعني كيحس براسو صافي تهلك، ولكن ملي كتلقاي الدويره انها تقادات وكلشي تصايب كتقولي الحمد لله يا ربي. يعني صعيبه غير البديه. ايوا الحمد لله البنات والله يسهل عليكم حتى نتوما، وشكرا لكم بزاف بزاف. وإلا كنتي حبيبتي وصلتي لهنايا وكتفرجي فيا ما تنسيش حبيبتي ديري ليا واحد اللايك، الله يسهل امرك. كتنساو ليا البنات اللايكات بزاف والله العظيم، وكتنساو ما كتكملوش الفيديو. راه شحال من وحده كنكون قايله شي حاجه في الفيديو وكتجي كتسولني عليها كتقول لي هذيك الحاجه كيفاش درتي لها، ولا وانا راني مجاوبه عليها في الفيديو. ما كتكملوش الفيديو. الله يسهل عليكم البنات، بقاو تكملوا ليا الفيديو الله يفرحكم والله يحن عليكم. المهم كما شفتوا الغزالات ديالي هنايا كنت رتبت هاد التقضيه هادي. جبت المهم غير الاساسي اللي محتاجه له. راكم عارفين البنات يعني هاد الشهر هذا راه مدقدق مدقدق ما نقولش لكم الحمد لله يا ربي. داكشي علاش يعني خديت غير الحويجات اللي خاصيني. اما زعما باش نجيب قوه الحوايج بزاف وهذا ما جبتش. واصلا البنات انا دايره واحد الكريطينه ديال رمضان ان شاء الله دابا نشاركها معكم. المهم فين ما كنت كنتقضى شي حاجه كنجيب شي حاجه بزايد وكنحطها في داك الكريطينه الحمد لله، باش هكا النهار اللي وصل ان شاء الله رمضان الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه يا ربي، نكون بزاف ديال الحويجات اللي حيدتهم عليا ان شاء الله. وهكا كيبدا الاقتصاد. والله العظيم هاد القضيه هذه البنات الا لقيت عليها راحتي. حتى العام اللي فات كنت درتها وزوينه الصراحه. كتلقاي راسك بان راه شحال من حاجه انها تسهلات عليك، يعني شحال من حاجه انك خديتيها يعني ما غتوليش تاخديها هكا من يقرب رمضان. راكم عارفين التقضيه ديال رمضان تبارك الله كتكون فيها. ايوا الحمد لله يا ربي كما قلت لكم البنات
رديت تقضيه، جبت غير داكشي الاساسي اللي محتاجه له، ورديت كل حاجه في بلاصتها. وراكم شفتوا البنات المنظمات ديال القطاني درتهم في البلاكار، الصراحه جاو فنين في البلاكار. وفي نفس الوقت البنات بقات ليا المساحه تحت البوطاجي، بقات ليا المساحه زوينه. ان شاء الله دابا نشارك معكم البنات كل حاجه فين درتها وفين قديتها. وهنا الغزالات ديالي دزت باش غادي نمسح الثلاجه، لان جبت حتى الخضره البارح تقديتها هنايا باش زوينه. هاد السكنه هنايا حدا السويقه، يعني السويقه فين كنت ساكنه في الدار الاولى اللي كنت ساكنه فيها، كنت كنسكن حدا السويقه. حتى دابا يعني هنايا ما بعيداش بزاف، قريبه ليا السويقه، والحمد لله كندير بنتي في الكروسه وكنمشي نتقدى. كنمشي حتى لداك الوقيته البنات ديال 6 ونص، عاد كنمشي نجيب خضيره وزوينه. كنجيب الخضره وكنجيبها رخيصه. ملي كنت ساكنه البنات في الدار الاخرى هذه اللي كنت ساكنه فيها دابا، والله العظيم البنات الا الخضره غاليه. واحد مول الحانوت، كاين غير حانوت تما كيبيع الخضره، والخضره عرفتي الشويط فيها. كنت كنمشي نجيب 140 درهم ولا 120 درهم. عرفتوا 120 درهم كتجيب فيها يلا سويك فيه غير شويه ديال الخضره. كلشي غالي، كلشي زايد فيه 2 دراهم 2 دراهم ولا 3 دراهم. اللهم بنادم الا بغى الاقتصاد وهو يكون ساكن حدا السويقه، في البلايصه اللي فيها السويقه، ويمشي حتى الوقيته هكا ديال المغرب، قبل المغرب بشي حاجه، ويمشي يجيب خضيره رخيصه. كنلقى البنات بزاف ديال الحويجات اللي لقيتهم الصراحه رخاصين، والخضره طاحت عليا الصراحه رخيصه. كما كنت دايره في الدار الاخرى اللي كنت فيها في الاول، كاع دويرتي الاولى اللي كنت فيها هكا. حتى دابا هنايا البنات الحمد لله يا ربي اللي سهل ربي في هذه الدويره هذه، الحمد لله. والله يحن عليكم حتى نتوما، والله يسهل عليكم. وما تضحكوش عليا الغزالات ديالي على هاد الثلاجه، لان عرفتي خليتها توسخات. انا قلت لكم راه داك الايام التاليه اللي كنت في الدار الاخرى، راه ما كنتش البنات كندير حتى شي حاجه، ما نكذبش عليكم. كنت كندير غير الماكله ونخرج نمشي نقلب عاوتاني، كنقلب على شي دويره اللي مزيانه. الحمد لله منين لقيت هاد الدويره الحمد لله. هذاك الشيء علاش خليت حتى الثلاجه توسخات. واصلا الثلاجه منين هزيناها في الرحيل انا راه ما حيدت منها والو، اصلا ما كان عندي فيها الخضره، ما كانتش عندي. غير المهم داك لاصوص ديال ماشي المهم لاصوص ديال الصوجا. داك لاصوص ديال الصوجا تهرقت ليا واحد شويه في الثلاجه، وهو اللي دار ليا داك الوسخ في الثلاجه هكاك. ايوا كلشي غادي يتقد وكلشي غادي يتفك. انا المهم قديت بعدا الكوزينه وقديت كلشي، بقات ليا الثلاجه. قلت حتى نجيب التقضيه، والحمد لله دابا ملي جبت التقضيه البنات صافي رديت كل حاجه في بلاصتها. المهم الثلاجه داك المنظمات ديالهم غسلتهم، المهم غسلتهم حتى هما باش هكا ما الا حطيت فيهم الخضره تكون كلشي نقي. صافي هادشي اللي كاينه الغزالات ديالي، ولا لا يخطيكم عليا. المهم غنخليكم شويه وعاد نكمل معكم الفيديو. انا الغزالات ديالي حتى الدجاج جبتو معايا البارح، الدجاج رخيص صراحه. لقيته انا البارح لقيته رخيص، لقيته غير ب 13 درهم صراحه، رخيص بزاف. وخديت جوج دجاجات صافي قطعتهم وصافي. الغزالات ديالي المهم كنخليهم يترقدوا هكا في هذا في الحامض والملحه حتى ان شاء الله يعني حتى نكمل. وعاد ديك الساعه ندوز باش نغسل هذا الدجاج. المهم غنخليه حتى العشيه وعاد نغسلو، يعني ما نغسلوش دابا. غسلت غير واحد الطريف منه
باش نصبت به هكا الغدا وصافي. هادشي اللي كاين. المهم هنايا درت غير واحد الكوكوط وصافي. راكم عارفين البنات ملي كيكون الشقا والشغل راه ما كيصلحلكش عاد ديري شي غدا اللي كيكون يعني فيه غادي يشد لك الوقت بزاف. كتقولي اللهم ندير الكوكوط دغيا دغيا وصافي. وهنا البنات من بعد ما طيبت الغديوه ديالي، المهم درت غير مريقه مخضره بشويه ديال اللفت. صافي هنايا بالنسبه للفلفله البنات اللي كنت سبق لي وشاركتها معكم، الفلفله الغياتيه اللي سبق لي وكنت شاركتها معكم دائما البنات كنديرها. المهم كانت وحشه كنديرها ما نكذبش عليكم. وصافي هادشي اللي كاين. ودابا غادي ندوز باش غادي نتغداو. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا ربي. انا بالنسبه للعصير البنات راه سبق لي وكنت شاركته معكم ديال المندرين وهذا والكاكي. صافي هادشي اللي كاين البنات. غادي نتغدى ان شاء الله وعاد غادي نرتاح وندوز ديك الساعه نوجد معكم واحد الكيكه. هنا الغزالات ديالي من بعد ما ارتاحيت وتغديت وجمعت الكوزينه. دابا غادي نوجد معكم البنات واحد الكيكه اللي غادي نجربها في الفران ديال الضو اللي ربحته في اوريفلام. المهم الغزالات ديالي هنا بالنسبه للمقادير غادي نحتاج كاس لاروب ديال الزيت، وكاس ديال سنيده، كاس ديال الحليب، جوج بيضات، جوج خمارات ديال الحلوه، وواحد ساشي ديال الفاني. وهنا البنات بالنسبه لهاد الطويصه اللي وريتكم فيها شويه ديال الشوفان مخلط مع الزبيب ومخلط يعني مع الفواكه الجافه. صراحه زوين داك الشوفان البنات. انا خديته في الساشيه وقلت غادي ندير به الكيكه لان كتجي به الكيكه زوينه. كانت سبق ليا وكنت صدقتها عند واحد الصديقه ديالي وعجباتني الصراحه الكيكه عندها بهاد الشوفان هذا اللي كراميليزي فيه المذاق البنات ديال الكراميل. صافي هادشي اللي كاين الغزالات ديالي. دابا هنايا بديت كنخدم معكم هاد الكيكه. بالنسبه لهذا البيض البنات كندير البيض هو الاول وكنزيد معاه السكر سنيده، كنخلطهم مزيان مع الفاني حتى كيذوب ليا داك السكر سنيده. صافي وغادي نزيد عليها البنات الزيت، داك كاس الا ربع ديال الزيت. الا بغيتو ديروا كاس كله البنات ديروا كاس كله، بامكانكم انكم ديروا. انا ضروري البنات كنقص من الزيت، راكم عارفين شويه ديال الاقتصاد وفي نفس الوقت الكيكه كتجي زوينه يعني ملي كتنقصي فيها شويه الزيت. صافي المهم غادي نستمر البنات في التطريب ديال هذا البيض هذا مع الزيت ومع السكر سنيده. وغادي نزيد دابا البنات الحليب، واحد الكاس ديال الحليب بارد البنات، لان كاين شي وحدين اللي كيسولوني شحال من مره كيقولوا اختي سكينه واش درتي فيها الحليب سخون ولا بارد. لا البنات انا كندير الحليب غير بارد، ولكن كاينه واحد الكيكه اللي كنت درت فيها الحليب سخون زوينه حتى هي كتجي. صافي المهم غادي نخلط البنات مزيان وغادي نعبر معكم دابا الدقيق بالمعلقه. المهم غادي ندير البنات 6 ديال المعالق ديال الدقيق البنات، المعلقات كبارين كما كتشوفوا. وهنا البنات كنغربلهم انا بداك الصفايه، يعني كنغربل هاد الدقيق لان راكم عارفين الدقيق ضروري خاصو يكون مغربل من قبل. صافي المهم هنايا غادي ندير كما قلت لكم 6 ديال المعالق وغادي نخلط مزيان وعاد نشوف داك الساعه واش باقي خاصني نزيد الدقيق ولا صافي بركه. ضروري خاصني نزيد البنات الدقيق لان الكيكه باقا الخليط ديال الكيك باقي جاري بزاف. المهم غادي نزيد البنات 6 ديال المعالق اخرين ديال الدقيق، وإلا بغيتو تزيدوا غير 5 زيدوا غير 5. المهم انا بالنسبه ليا البنات راني درت 6 ديال المعالق. هنا في الاول درت غير 5 وليت عاوتاني منين حبست الكاميرا راني زدت واحد المعلقه اخرى. المهم بالنسبه للعبار ديال الدقيق، ديال الدقيق البنات ديروا 12 معلقه ديال الدقيق، 12 معلقه البنات ديال الدقيق. صافي دابا من بعد ما خلطت البنات الخليط ديال الكيك. دابا زدت هنايا واحد جوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلوه. صافي وغادي نخلط. ومن بعد البنات غادي ناخذ واحد المول ديال الكيكه. المهم انا خديت المول الطويل، بغيتها تجيني البنات هاد الكيكه هكا بهاد الشكل هكا المول الطويل. صافي دهنته هنايا بشويه ديال الزبده ورشيته بهذا بالدقيق، خويت فيه شويه ديال الخليط البنات. ضروري البنات تبقاو تعليو يديكم مزيان هكا منين تبغيو تخويو الخليط ديال الكيك باش هكا الكيكه كتجيكم مهويه من الداخل. هنا بالنسبه للبنات لداك الشيء اللي بقى ليا ديال الكيك خليت واحد شويه وزدت عليها البنات هنايا الكاكاو ديال الحليب.
وإلا بغيتو البنات تزيدوا نتوما الكاكاو المر بامكانكم انكم تزيدوا الكاكاو المر. المهم درت هنايا معلقه كبيره ديال الكاكاو اللي كيدار مع الحليب، داك الشكلاط ديال الحليب. صافي المهم زدت عليه هنايا واحد شويه ديال الحليب البنات، واحد القطيره هكا ديال الحليب، لان بحال اللي بان ليا الخليط بانه قصاح بزاف، وزدت له واحد القطيره البنات ديال الحليب كما قلت لكم. صافي غادي نخوي البنات هاد الخليط هذا ديال الكيك اللي درت فيه الشكلاط، غادي نخويه هكا من الفوق، من فوق داك الخليط الابيض. صافي على هذا الشكل هكا. وعاد البنات غادي نخلط باش هكا الكيكه هذه تجيني رخاميه، يعني تجيني فيها الكحل والابيض. المهم خديت هنايا واحد الكيردون، واحد القطيب ديال الشوا ديال الخشب. صافي وغادي نخلط بها البنات هكا الكيكه على هذا الشكل هكا. صافي البنات هادشي اللي كاين. المهم دابا غادي ندخل هاد الكيكه هادي ديالي للفران، ولكن قبل البنات غادي ندير بعدا داك الشوفان اللي قلت لكم راه مخلط فيه البنات الفواكه الجافه كامله. المهم فيه الزبيب وفيه، المهم جميع الفواكه راه كاينين في هاد الشوفان. وفي نفس الوقت الشوفان البنات راه كراميليزي ديال الكراميل. صافي دابا غادي نديرو البنات في هاد الفران ديال الضو هاد المبروك هذا اللي جاني في اوريفلام. وعلى فكره البنات اللي بغاو يتسجلوا معايا في اوريفلام مرحبا بكم البنات، غادي نخلي لكم النمره ديال المسؤوله. كنقول لكم الغزالات ديالي مرحبا بكم والف مرحبا، اللي بغات تسجل وحتى هي تربح كادويات مرحبا بها والف مرحبا. المهم الغزالات ديالي هنايا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه من بعد ما خرجتها من الفران. والصراحه الفران طلعها غزاله غزاله غزاله، ما نقولش لكم البنات الفران ديال الدار شي حاجه. وباش كنقول لكم البنات ما تبقاوش جالسين في الدار هكاك، ديروا شي حاجه علاش ترجعوا كما كنقولوا. كنحتاجوا حنايا النساء، كنحتاجوا المعينات في الكوزينه، كنحتاجوا بزاف ديال الحوايج. وكنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، انضموا للجروب ديالي ديال اوريفلام. مرحبا بكم البنات، حتى نتوما تعمروا كوزينتكم بهكا بالفران معينات. ان شاء الله مازال هذا الشهر ديال الشعبان ان شاء الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه، غيكونوا فيه معينات زوينين ان شاء الله. كنقول لكم البنات مرحبا بكم. المهم هذا هو الشكل البنات النهائي ديال الكيكه اللي زوينه زوينه بزاف والله العظيم الا كتحمق ما نقولش لكم البنات، جات غزاله. وزينتها البنات هنايا بواحد الخطوط ديال الشكلاط، داك الشكلاط الجاهز. وصافي هادشي اللي كاين الغزالات ديالي. المهم غادي نخليكم الغزالات ديالي، تهلاو ليا في راسكم، نتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه عليكم.